تعالى اقول لكم النهارده على وصفه جميله قوي قوي، سهله وسريعه ومش محتاجه مجهود كتير، وفي نفس الوقت تحسوا ان انتوا اكلتوا حاجه من بره. هنحتاج كوبايه ميه دافيه، هنحط عليها معلقه صغيره خميره ومعلقه صغيره سكر ونقلبهم كويس، وبعدين نسيبها تخمر حوالي 10 دقايق. العجينه بتاعتي محتاجه 3 كوبايات دقيق، معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر صغيرين، ونقلب كله مع بعضه. هنحط كوبايه الا ربع زيت، ونبس الدقيق مع الزيت الاول قبل ما نحط اي حاجه تانية، وبعدين نزود ميه بالخميره ونقلب كله مع بعضه. هنحط معلقه قشطه ونبدا نعجن العجينه بتاعتنا. اهم 10 دقايق وهتلاقوها اتعجنت وبقت زي الفل، مش هتضايقكم في العجينه، هي هتتعجن على طول لغايه ما يبقى عندنا عجينه ناعمه ومتماسكه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ادهن على وشها زيت واسيبها تخمر ساعه، بعدين ارجع لها تاني اديها عجنتين بالشكل ده واروح قسماها كورتين واسيبهم يخمروا ساعه تانية. في طاسه سخنه هحط معلقتين زيت وعليهم فراخ وتوابل، فلفل اسمر، بابريكا، جنزبيل، ملح، وبهار حلو وبهارات فراخ. احط كل التوابل مع الفراخ واقلبها كويس، وبعدين ازود عليها مكعبات فلفل الوان. هرجع بقى للعجينه بتاعتي، هفرد اول كوره وهحطها في صينيه مدهونه زيت، يستحسن تبقى صينيه بيتزا، تبقى حتتها صغيره كده. بعد كده افردها بقى كويس في الصينيه، افردها كويس كويس، وبعدين اروح مخرماها واروح مزوده عليها توميه من تحت، توميه كتير زي ما انتوا بتحبوا، وهروح حاطه عليها الفراخ، وكنت كرملت حبه بصل وحمرت حبه بطاطس مكعبات بالشكل ده، وهحط عليها جبنه، شرايح جبنه شيدر او جوده او ميكس او جبنه موتزاريلا، الجبن اللي انتوا بتفضلوها. ارجع للكوره التانية افردها كويس واروح حطها كده وابدا اقفل كويس العجينه بتاعتي، وبعدين اقسمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تستوي كويس. وبعدين حطيت بيضايه على الوش، حبه فلفل اسمر، واروح مخرماها تاني، وشيت على وشها حبه زعتر وسمسم وحبه البركه، وادخلها في فرن على درجه حراره 180. هتقعد جوه لمده 25 دقيقه، وهتطلع لكم بالشكل ده، هتطلع لكم واخده وش احمر زي ما انتوا شايفين، مشهي جدا جدا ومقرمشه من بره وطريه جدا من جوه، هي بتدوب في البق اصلا، هتعجبكم قوي. هتطلع بالشكل ده، شايفين شكلها حلو ومشهي ازاي؟ عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. متنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب